السلام عليكم، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كامل ملاح وفي صحة جيدة يا رب. اليوم جيتكم بهذا الطاجين من اروع ما يكون، واحد البنة حكاية. جربيه وانت عينيك مغمضين، غادي يعجبك بزاف 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 باذن الله. وهنا بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا الطبق تاعنا، طريقة التحضير تاعه، ونبداو الفيديو تاعنا بسم الله والصلاة على نبي الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. بداية ديري الكرم تاعك يطيب لك، كي يطيب لك وخريه بجهة، ونروحو نديرو المرق تاعنا، نديرو بالطريقة اللي نعرفوها واللي تحبيها. يعني انا هنا اختاريت بنقدمه طبق رئيسي، وإلا بغيتي تقدمي كطبق اضافي يجي كذلك. وهنا درت البصل والكفتة، وفي التوابل عندي كركم وقرفة وحرور ونملحو بطبيعة الحال وشوية معدنوس. كي طيبولي نزيد لهم نصف ملعقة طماطم مصبرة، تخلوها تتشحر وتطلق القود تاعها هكذا باش يجيني بنين. وزيدي لها ارز يكون طايب بسواسوة، قلي غاية مع هذه الكفتة، خليه يشرب كامل هذو اللي داموا البنة وخريها بجهة تبرد لك. يعني صدقيني الرز غادي يعطيها واحد البنة رائعة لهذه الحشوة تاعنا. ونروحوا مباشرة نعمروا الكروم تاعنا بهذه الطريقة. كي نكملوهم نروحوا نفوتوهم في البيض ولا شابلير، ونروحوا نقلوهم مباشرة. هنا اذا حبيتيها تشدلك القوام ديريها في الثلاجة واحد الخمسة دقائق ولا، باش تجيك العملية تاع الطياب تاعها سهلة. جربوا هذه الوصفة باذن الله غادي تنال الاستحسان تاعكم. والله واحد البنة فيها رائعة. ما تنسوش تخلوا لي الاراء تاعكم في التعليقات، ان شاء الله يكون عجبكم. وبغيت نشكركم بزاف على التعليقات الرائعة تاعكم، والله كلمة شكرا قليلة فيكم، وكمية الطاقة الإيجابية والله فرحتوني بزاف بزاف. وبغيت نرحب بالمشتركات الجدد، مرحبا بكم خياتي، والله نورتوني في قناتي. وانتم إلى أول مرة تشوفوا هذه القناة نتمنى ديروا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، وما تنسيش ديري النجام هكا باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. نكملوا قال الحبات تاعنا ونلتقي في صحن التقديم. هاوليك الطبق تاعنا كيفاش جا، والله جا ما شاء الله، واحد الروائح واحد البنة حكاية. نتمنى تجربيه وانتي تحكمي بنفسك. وهنايا ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم، دمتم في رعاية الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.